لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحالين لواني نوصت تسوليك لوانا كاني تفسير قرآني بيروز بين وخزمتان ومن بس رزامن دي رب العالمين وهي وادان بأوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. برخوا شويستان وكلواني راب رجل خزمة دوات بيروزة دابوين لبيش أوقات خواهي قور سبحانه وتعالى باز لو ذكا كواب خون خواهي قور سبحانه وتعالى زيش كافركاني بيشاني بيغنبر دا صلى الله عليه وسلم ويكوا جماريه كمن يتر پیغمبری صلی الله علیه وسلم او خونی جیرای ولا بو اصحاب خوان اللي رازي معنویاتن پی برز بو لروجي كروجيان بسر داهاتو يتر او دو زيش هاتنا برانبر يكتري فعلا خواهي قول سبحانه وتعالى زيش كافركاني بكم نشاني ايمان داران دا وزيشي ايمان داراني شي بكم بيشاني كافركان دا ليقضي الله امرا كان مفعول تاوكو خواهي قول اشتيق انزام بدا كوا مفعولا لا علمي خواهي قولة دبوا هر بكري وإلى الله ترجع الأمور. يتروك لو أنا رابردو تفصيل أسمان جرى لدواء ويكوا خواهي قولة زيشي كافركاني بكم نشان إيمان داران دا وابو زياتر معنوياتان برز بوتاوكو هيرجبن ولا مقابل إجدا زيشي مسلمانانش بكم بشان كافركان دا أوانيش عيني جرأتيان كركوابين هجوم بينو تيك بجيران لدواء أو إنزا خواهي قول كتأيدي مسلمان ذكا بملائكة وزيشي مسلماناش دو هند نشاني كافر كان دوريان دروخي وهزيمة دينا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وكل تفسير سعيد دلي تاوكو خواهي قول اشتيق أنزام بدا كوا لا خواهي قول مفعولا واتا خواهي قول سبحانه وتعالى برياري لسردها ببي أو اشتيا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم كواتا أو كوالا علمي خواهي قول برياري لسردرابو زيبا ذكرى لنصر الداني إيمان داران لا رسوابوني كافركان وهروها سركردكاني قمرا خواهي قول لناي بردن ولم يبق منهم أحد له اسم يذكر كسانش وان تيدانما ولا سركردكان كوا شاني بازبي فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام يتتاوكو عوامك لدواي أو سركرداني قمراي كلناتسون آسان تربو بويكا قبوليان بدعوو بانقوازي خواهي قول سبحانه وتعالى فصار أيضا لطفا بالباقين الذين من الله عليهم بالإسلام يتلا حقي أواني كمان وش لدواي لناتسوني سراني قمراي لحقي أوان بو لطفك ورحمتك كوا خواهي قول دواتر منتي لسر كردن بوي كوا هداية دان لبو إسلام لبروي سراني قمراي لنابيان نمابون كوا بابن مانع وإلى الله ترجع الأمور وكل قاسم دلت تنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتها كوا توا نشانية آقادار كردنوية كوا همشتك دقرت ولاء الله تعالى كوا أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتها أو حالة تاني كوا لدنيا دقو زري ورود دا لخودي خويان مقصود نينا وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زادا ليوم الميعاد بلكو أوي كواتي داما بستا تزور شتيتو ظاهرا بحسابات دنياي بتساقنات بيش ساود بلام أوي ما بستا تيدا خواي قور كاري چوادكا كواببيتا بما يتساچي إيمان داران لقيامته بشتيتو توابيتا كاتب تزادك لبو آخرت
واتە کارەکانی خوای گەورە هەمووی لەسەر ئەو ئەساسەیە سبحانه وتعالى کەوا بە خێری ئیسلام و ئەهلی ئیسلام و بە خێری مسلمانان و ئەهلی حەق تەواو دەبیتن کەوا خوای گەورەش سبحانه وتعالى کارەکانی لەسەر ئەساسی ئەوەی کەوا دنیا و قیامەتە نەوەک تەنها وەکو ئێمە ئینسان کورد بین کەوا تەنها حکم لەسەر ظاهیر و لەسەر دنیامان بکەین خوای گەورە ئەو کاروبارانە بەو شێوە بێڕاو دەبا کەوا لە قیامەتیش بە خێری ئیسلام و ئەهلی ئیسلام تەوابی. وإلى الله ترجع الأمور لا تفسير سعد دڵێ أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله هەموو کاروبارەکانی مەخلوقات دەگەڕێت لای الله تعالى فيميز الخبيث من الطيب خوای گەورە سبحانه وتعالى پاک و پیس لێک جیا دەکاتەوە ويحكم في الخلائق بحكمه العادل ئیتر لە نێوان مەخلوقات حکم دەکە بە حکم عادل و دادوەریەکەی الذي لا جور فيه ولا ظلم بهيج شيويك ظلم مستمي تيدانيا لا المحكم في التفسير جل جميع الأمور مرجعها لله وحده هم كاربار كان دقرين ولاي الله تعالى يصرفها بسلطانه بعد الصلاة خيبر ويدبا ويوقعها بإرادته بوشيوي أنزامي الدواقعي دكاك وخوي قرويستي لسلا ولا تند عن قدرته وحكمه فهيج شويك هيج شتيكو هيج حدث روداويك نية لدى صلاة خواي قورة بدربي يعني لحكمتي خواي قورة لحكم خواي قورة بدربي ولا ينفذ شيء في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به قدره هيج شتيشيش لو وجودي جاري نابي إلا خواي قورة سبحانه وتعالى بوشوي تقديري كده خوي قوري ويستي لسر بوشوي ببي وإلى الله ترجع الأمور فاشان ثم أرشد تعالى عباده المؤمنين إلى آداب اللقاء في ميدان الوغى فاشان أوزا خوي قوري سبحانه وتعالى إيمان داران توجيه دكاتا أو آداباني كوا بيوست بي بابند بن لو كاتك ولا صاحي قتال لا روب نودان سشتك وكذا فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي كومر برواداران إذا لقيتم فئة أقربوا بروي تاقميتي كافر بونوا فاثبتوا خورا قربا واذكروا الله كثيرا زور يادي الله تعالى بكن لعلكم تفلحون تاوكو سرفراز من لدنيا ولقيامة وكل محكم لمقدمي أو آتدا دلي لما عرفهم الله تعالى بنعمه ودلائل عنايته كاتك ولاءات كان بيشتر خواي قول بازي لناز نعمة كان خوي كل سر مسلمانان وهروها بازي لوشتان كواهموي بلغن لسر أو كوا خواي قول ساوديري إيمان داران دكا رعايتيان دكا وعنايتيان دكا وقرنجيان بيدا وكشف لهم عن سر من أسرار نصره إياهم وهروها خواي قول هندق لنهينيكاني هۆکارەکانی سەرخستنی ئیماندارانی لۆ کەشف کردن وكيف خذل أعداءهم وبەت شێوەیەک خوای گەورە دژمنانی ئەوانی کەوا کافرەکانن خوای گەورە سەرشۆڕ کرد وصرفهم عن أذاهم بەت شێوەیەک خوای گەورە وای کردکەوە ئێش و ئازاری کافران و ئەزیەتدانی کافران لەسەریان هەڵبستی فاستتب لهم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم يترخواي يقول نصرتي بإيمان داران بخش اللي قالوا يكوا جماريان كم بو ولا مقابل إجدا جماري كافر كان زور بو أقبل في هذه الآية على أن يأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع كلها كواتا أوزا خواي قولا هند الرين ماي قشتي ددا ويكوا أقر بابن بن بورين مايانا خواي قولا لهمو مواقع روبون وكانتر نصرتان لو دنيري ويستدعي عناية الله بهم وتأييده إياهم أجر أو رين مايانا زيبكا أجر إيمان داران أو رين مايانا زيبكا أو دبيت ما يوكوا خواي جور سبحانه وتعالى تأييديان بكاو جرنجيان بيبدا فجمع لهم في هذه الآية ما به قوام النصر في الحروب يتر خواي جور سبحانه وتعالى لو آتوا طبعا آتي دواتريش خواي جور رين مايان نشان دا رين مايان دكا بويكوا أجر بيبابن بن أو نصرت لهمو حربك بدز دينن
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وكل قاسم دل أي إذا حاربتم جماعة فاثبتوا للقائهم أجر روبروي تاقميك بونوا خورا قربن لبو أو لقاء روبرو بونوي واصبروا على مبارزتهم آرام بقرن لسر أو روبرو بونوي فلا تفروا ولا تجبنوا ولا تنكلوا كواتبه الشويك مترسن هلمين وهازمينا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم للقاء هاتيا طبعا لقاء بمعنى حرب دي لغلبته عليك واتا لقاء روبرو بونوا فتاوت للسياقي وآتاني كواباز لغزوة بدر ذكا بمعنى بيجيشتني دوزيش لبو قتال ولم يصف الفئة بأنها كافرة لأنه معلوم غير محتاج إليه كواتا دفرمي إذا لقيتم فئة أجر روبرو كوماليك بونوا طبعا أو كومالا إيمان دار روبرو چه دبيتوا روبرو كافران دبيتوا لو يخوي يقول وصفي نكذن بكافر بريو معلومة أو كوا إيمان دار شري لقل ذكاء لقل كافر يخو ناسي لقل إيمان داري شر بكا فاثبتوا وكل تفسير سعد الله لقتالها خورا قربا لبو قتالكي لبو قتال دجمنانتان واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة صبر بقرن خورا قربا لسر أنزام داني أو طاعة قوريك وزهادة التي عاقبتها العز والنصر أو زهادك وعاقبتكي بريتيلوك وعزة شكو نصرتي لدوادادي واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله أو ذا خورا قربا وهروها الدواء يارمتيج كان لأخوائي قورة باتي ويكوازور ذكر كان لوي لدواء يدفرمي واذكروا الله كثيرا كواتا خورا قري صبر قرتن دام بخودا قرتن أو ذا ذكري خواج زور بكن واذكروا الله كثيرا نكر ذكر خواي بكن ذكري خواي قورة زور بكن أي في مواطن الحرب وكل قاسمي دله بتايبتي لرداك بازلا روبروبونو لزنق قتال ذكا زور ذكري خواب كان مستظهرين بذكره مستنصرين به تاعين له على عدوكم كاتبو ذكري داواي نصر الأخواب كان بو ذكري دعاء لدجمنان تام بكن كواخواي قولا زال تام كابسريان لعلكم تفلحون أي تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة كواتا خورا قربن صبر بقرن ذكري خواي زور بكن تاوكو فلاح سرفرازي ونصرت بدزبين بسر دجمنان تان وكل تفسير سادي دله فالصبر والثبات والإكثار من ذكر الله كواتا دام بخودا قرتن خورا قري زور يادي خوا كردن سبحانه وتعالى من أكبر الأسباب للنصر لا أسبابه هوكار هر قوركان لبد السناني نصرت وكل أضواء الباين ضلع أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالثبات عند لقاء العدو لو آتدا خواي قور فرمان بإيمان داران كده خورا قربن لدروبر بون ودجمنان وذكر خواي قور زور كان سبحانه وتعالى وإشارة شبه كردية أو خورا قريو ذكر خواي قور سبب لبوباد السنين فلاح سرفرازي ونصرت والأمر بالشيء نهي عن ضد كفرمان بشتغل خواي قور واتا دجي أو نهي لكرايا أو مستلزم للنهي عن ضد كفرمان بشتغل ذكره واتا بيوستي أو فرمان أويك ونابي عكسكي زيبكي إنزا وكذا فرمي كما علم في الأصول هذا كل علم أصول هي كفرمان بشتكرايا نويج بكن واتا نكن نويج نكربن واتا عكسكي طبعا منهي عنه ليرش كخورا قربن صبر بقرن ذكر خواب كان ليردا عكسكي عيني مقصودة فتدل الآية الكريمة على النهي عن عدم الثبات أمام الكفار كواتا خوي يقول لي خورا قربن كواتا نكن خوران قربن برامبر بكافران بلام لقل أوج وقد صرح تعالى بهذا المدلول بلام نكر بمعنى كيلي وردجيري بلكو تصريحي شي كردي خوي سبحانه وتعالى وكذا فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لآتكاني بيشوتر خوي قورا عين لآتي جمالة بازدة فرموي كاتك وروبروي كسانش كافر بونوا فلا تولوهم الأدبار بشتيان ليه ما كانوا هالبين بالكو وكل يرد فرمي بالكو ثبات خراجريتان هبي
وفي الأمر بالإكثار من ذكر الله تعالى كاتك وفرماني بيكرن ليرة زور ذكري خواب كان سبحانه وتعالى على كل حال، ولا سيما في وقت الضيق، والمحب الصادق في حبه لا ينسى محبوب عند نزول الشدائد. كوات لهم كاتي خواه يقول فرمان بيكرن زور ذكري خواب كان بتايبتيج لكاتي روبا روبونوا وأوج بلغي لسروي كوا كسك كبفعلي خواه يقولي خوش بيو رازقو بلا خوش ويستكي لا تنگانترين كاتش خواه لبير ناكا بلكو باشترين زادو زخيره لو كوا خواه يقول نصرت بيبخشي. زاوكو دفرمي لعلكم تفلحون. لعل دفرمي القرآن بيروس كهاتية للتعليل كواتوابكن علكي لبرتس يوابكن تاوكو نتيزكي وابي ذكري خوازور بكن تاوكو علكي اويا تاوكو فلاح بدزبين دارهم الى القرآن بيروس لبوت تعليله إلا وإلى سورة الشعراء هات وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لو يندرب معناه كأنكم تخلدون لو يندرب معناه كأنكم دي واتا أو كارانا أنزام دن كأنكم تخلدون وكو كأنقو بمينينوا كواتلا تنها لو يندرب لعل بمعناه كأنكيدي بلام كأنيدي بلام لجيجاي كانت كالبو التعليل وكونها للتعليل لا ينافي معنى الترجي كواتكات كذا لبو التعليل هاتيا زور ذكر خواب كان علا كشي وتاوك فلاح بدزبينن برام معناه أوشا ترجيشي تدا رزاوى لأن وجود المعلول يرجى عند وجود علته كواتا تاوك هرتساوش لخوابي أو سببك أجر زور ذكر خواب كان رزاوى كخواي جور سرفراس تام كاو فلاح ونصرت تام بيبخشي كواتا معناه ترجيش دبخشيتن وتايبتيج لتعامل لقى الخاص سبحانه وتعالى وابك رزاشد وابي أوزا خواي جورا نتيجة كت بيش كذب كديالا لا حديث بيغمبري صلى الله عليه وسلم عينك لباس لمسألة روبون وذكذا فرمي في أنصاص ما كل صحيحين دات لا تتمنوا لقاء أصل وأتمنى نكي روبروي كافران بيو بلام إذا لقيتموه فاثبتوا بلام كأجر لقاء كجرويدا أو خورا قربن كاتا أصل واتمنانكي بلام كروشيدا ثباتت هبي لبر أوي كتصاور وان الدكاء لفلاح لعاقبة تاك براستي شتيشي زور قوري لله خوي قورو سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.